بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحشتوني جدا يا حبايبي من القصة اللي فاتت، ويلا بينا نبدأ في القصة الجديدة على طول. وتبتدي الحكاية من عند سندس اللي كانت قاعدة جوه القطر وماسكة كتاب في ايديها وعمالة تقرا فيه بكل اهتمام، لحد لما لفت نظرها صوت خناقة، وكانت في واحدة بتصرخ وبتقول له ايه القرف ده؟ هو انت عايز تقعد جنبي بمنظرك ده؟ لا لا لا، اقعد في كرسي تاني. قال لها مالك بس؟ انت مالك انا اقعد هنا ولا لا؟ على فكرة ده الكرسي بتاعي وانا حر بقى. قالت له لا، انا مش موافقة ان انت تقعد جنبي بالمنظر ده. روح استحمى الاول وغير هدومك بدل ما انت مبهدل ومعفن كده. سونتس كانت متضايقة انها ما كانتش عارفة تقرا الكتاب اللي كانت بتطلع فيه كل همومها، وفي الوقت ده الخناقة كبرت اكتر، واتضايقت قوي لما شافت البنت عمالة بتهين في الشاب لمجرد بس ان لبسه بسيط وان هو مش غني ولبسه مبهدل. وساعتها قامت وقالت لها حرام عليكي على فكرة، ما ينفعش ان انت تتكلمي بالطريقة دي. هو انت فاكرة نفسك ايه؟ لو فاكرة نفسك احسن منه تبقي غلطانة، لان الناس مش بالمظاهر، الناس بالاخلاق، وانت كده اخلاقك بانت. اوعي تغلطي فيه مرة تانية ولا حتى تزعقيله. تعالى يا استاذ، تعالى اقعد جنبي في كرسي موجود. وساعتها رجعت للكرسي بتاعها، قرب منها الشاب ده وقعد جنبها وكان فرحان جدا. وفي الوقت ده قال لها انت لطيفة جدا على فكرة، وانا مبسوط ان انت دفعتي عني. انا ما كنتش قادر بس اغلط فيها، لكنها هي اللي كانت مستفزة، سطحية جدا، وبتحكم على الناس من مظهرها زي ما انت قلتي كده بالظبط. ايه المظاهر كمان مش بالشكل. وقتها قالت له لا، هو انت عشان هتقعد جنبي هتفضل تتكلم كتير؟ انا عايزة اقرا الكتاب، وانا قمت مخصوص على فكرة علشان افض الخناقة دي، لان انتوا بصراحة كنت عاملين لي صداع. وركز بقى في الكرسي بتاعك وبطل دوشة. وساعتها رجعت تكمل الكتاب، انها وهي بتقرا ساعتها راح عليها نومة، نامت مرة واحدة وكان شكلها زي الملايكة وهي نايمة. فضل الشاب ده عمال يبص لها لحد لما فجأة اتخضوا هما الاتنين، وقامت هي مفزوعة على صوت طفل صغير كان بيعيط، وكانوا مش عارفين الصوت ده جاي منين، لحد لما فضلوا يدوروا. ومشت هي وكأن إحساسها سابقها، ولقت الولد ده كان في الأرض ملفوف كده في لفة ومحطوط تحت الكرسي علشان محدش يشوفه. مسكت الولد بكل لهفة، وساعتها قالت ايه ده؟ هو الولد ده ابن مين؟ ومين اللي سايبه هنا؟ ازاي واحدة تنسى ابنها؟ وفضلت تنادي على كمساري اللي كان اصلا مكبر دماغه ومش عايز يرد على حد ولا ناقص اصلا مشاكل. وفي الوقت ده الشاب قال لها بسم الله ما شاء الله، ده الولد زي القمر، وبصراحة كده انت اول لما مسكتيه سكت في ايديكي. البنت كانت لسه مصدومة مش عارفة ترد ولا تقول ايه، لحد لما اتكلم الراجل اللي كان واقف وقال ان الولد ده لازم يتسلم للشرطة علشان حرام. الشرطة لازم تعرف مين امه ومين ابوه وازاي رموه بالطريقة دي، ده غير كمان انها ممكن تسلمه لدار رعاية. في الوقت ده سندس كانت لسه سرحانة، وبعدين ردت وقالت خلاص انا هتصرف، انا هسلمه للشرطة بنفسي. واخدت الولد وقعدت بيه على الكرسي، وساعتها فضلت تبص له وتبص لجماله، وفجأة الدموع نزلت منها وبدأت تعيط. كل ده والشاب البسيط كان متابعها ومش عايز يشيل عينه من عليها، لحد لما قال لها ممكن اعرف بس بتعيطي ليه؟ هو صعبان عليكي للدرجة دي؟ ساعتها اتكلمت بكل براءة من غير ما تفكر هي بتحكي لمين. وقتها قالت له افتكرت نفسي وانا قاعدة في الملجأ وبعيط وما كانش حد جنبي، كنت بخاف جدا من الضلمة، وحتى لما كنت بنام جنب زمايلي على السرير كنت برضو بخاف من الضلمة، وبخاف جدا من المديرة اللي كانت دايما تخبط على الباب وتفزعنا واحنا نايمين. اللي كان بس بيهون عليا هو اللي اتحرمت منه من زمان، ومش عارفة هيكون ليا عمر وقبله ولا لأ، بس هو خلاص زي الحلم وانتهى، ومش عارفة هقابله مرة تانية ولا لأ. هو الوحيد اللي كان بيسمعني ويطبطب عليا في عز ما كنت بعيط. وفي الوقت ده فضلت تفضفض كتير من غير ما تفكر هي اصلا بتكلم مين ولا مين اللي هيسمعها ده وهيعمل ايه بالكلام اللي سمعه،
لكن فجأة فاقت، وساعتها قالت أنا قلت إيه؟ رد الشاب وقال لها ولا حاجة. انتي اسمك إيه؟ قالت له بلاش اسمي، لأني ما بحبش أتكلم عن نفسي، أنا بس عايزاك تسيبني لوحدي. وفضلت سرحانة وهي عمالة تلعب الولد، إنما الشاب ده كان هيموت ويكلمها ومش قادر يسكت. وساعتها قال لها معلش أنا آسف، بس أنا شايفك حنينة جدا عليه. أنا لو ما كنتش شفت بعينيا إن أنت لقيتيه صدفة كنت قلت إن أنت مامته. وقتها قالت ما ينفعش إن أنا أكون أم أبدا، وعلشان كده أنا ماشية ورايحة لمكان مجهول، معرفش حتى رايحة فين، علشان أهرب من الواقع. قال لها طيب يا ستي، أنا جاهز إن أنا أسمع كل حاجة، واطمني سرك هيبقى كبير، واعتبري نفسك بتتكلمي قدام المراية وبتحكي حتى لنفسك. فضفضي، فضفضي، اتكلمي، أنا سامع كويس قوي، اتكلمي يا حبيبتي، ما تخافيش من أي حاجة. ساعتها سندس لأنها كانت عايزة تتكلم اتكلمت وقالت أنا اسمي سندس، وسني دلوقتي تقريبا 26 سنة. أيوة، بقول تقريبا لأننا كنا في الملجأ بنسمع بس اللي هما بيقولوه. وساعتها قالوا إن أنا عندي 18 سنة ولازم أسيب الملجأ بعد ما اتربيت فيه. أي نعم، شفت أيام سودة وضرب وأهانة ومعاملة سيئة، لكني برضو ما كنتش عارفة هطلع من الملجأ ده أروح فين. اتحايلت وقتها على المديرة بتاعة الملجأ وبوست إيديها ورجليها علشان تخليني بس قاعدة في المكان، لأني ما كنتش عارفة أصلا هعمل إيه ولا أروح فين. قبلت بالعافية على شرط إن أنا أنظف المكان وأقعد كأني خدامة، ويعتبر كده بخدم بلقمتي. وفعلا كنت بنظف الدار، بس كنت بعمل كده من جوايا وأنا حاسة إني بعمل عمل خير. ده أنا كمان كنت بلعب مع الأطفال الصغيرين وقعد أعلمهم الحاجات اللي أنا برضو اتعلمتها. ده أنا حتى كنت بعلمهم القرآن اللي أنا اتعلمته. كنت ببقى سعيدة جدا معاهم وأنا شايفاهم مبسوطين وبيضحكوا وطايرين من الفرحة. المهم إن عدت السنين لحد لما بقى عندي 22 سنة، وجي واحد غني علشان يعمل تبرعات، يدفع تبرعات كتير، وجاب لعب وكان عايز يبسط الأطفال. والأطفال وقتها كانوا مبسوطين جدا، وأنا كنت فرحانة أكتر منهم لأنهم برضو فرحانين. وعدى الوقت وأنا بشوفه كل مرة حنين وطيب معاهم، وده اللي خلاني كنت معجبة بيه جدا وشايفاه الأمير اللي بيخدم كل القرية وكان بيعطف عليهم. يعني دي الحكاية اللي كانت في دماغي. المهم إن الراجل ده فضل يجي كتير لحد لما في مرة كنت سرحانة وبنضف ولقيته بيقول لي أول مرة ما تكونيش مركزة معايا، هو في إيه النهاردة؟ مالك متغيرة ليه؟ اتصدمت من الكلام اللي قاله لي. وقتها قلت له أنا مش فاهمة، هو حضرتك بتقول إيه؟ أو عايز إيه بالظبط؟ رد وقال لي أنا بشوفك كل مرة وانت عينك عليا وأنا بدي الأطفال الحاجات وبتكوني مبسوطة أكتر منهم، وأنا دايما على فكرة بسيب لك فلوس مع المديرة وبحاول إن أنا أجيب لك هدايا، معرفش كانت بتوصلك ولا لأ، بس أنا كانت عيني عليكي دايما. بس أول مرة النهاردة أشوفك مش مركزة معايا، معرفش ليه الحاجة دي زعلتني، على الرغم إن أنا كنت بس ببصلك وأمشي على طول. كان كل ده بيكلمني وأنا سرحانة ومش مصدقة اللي أنا فيه. الشاب اللي أنا عيني عليه دايما، الغني اللي معاه فلوس، بيتكلم معايا كده وبيسأل عليا وبيحب كمان اهتمامي بيه. وساعتها قلت له أنا بس انشغلت النهاردة، بس كل مرة بكون مبهورة بيك وانت قاعد بتلعب الأطفال وبحس إن أنا واحدة منهم. أصل على أيامي بقى وأنا صغيرة ما كانش في حد بالحنية دي. في ناس بتساعد وبتعمل خير وناس كتيرة جدا على فكرة، بس تقريبا كده ما عندهمش الحنان ده والطيبة دي. ربنا يكرمك في حياتك وتفضل دايما كده تعمل خير. ممكن بقى أكمل تنظيف؟ اللي لقيته بيقول لي ماشي مش هعطلك، وسابني وقتها ومشي. وساعتها غاب أسبوع، وكان أول مرة يعمل كده. كان دايما بيجي يوم ويوم لأ، أو حتى بعد يومين، لكن أسبوع ده كان كتير. فضلت مستنياه وأنا على أمل إن أشوفه. كنت بفتكر دايما صوته وهو بيتكلم معايا، وبفتكر حنيته على الولاد
اللي كانوا هما كمان مفتقدينه ونفسهم يشوفوه. وفضلت أعد الأيام لحد لما فجأة ظهر، وبرضه كان جايب هدايا كتير، لكنه ما كانش مبسوط زي كل مرة. فضلت سرحانة وأنا عمالة بنضف وعيني عليه لحد لما لقيته ما بيكلمنيش، وكان لسه هيمشي. كنت أول مرة أعمل كده واتجرأ، ومشيت وراه. وقتها قلت له هو في إيه بس يا باشا؟ هو إيه اللي حصل لك؟ أنت كويس؟ طب أنت كنت فين الفترة دي؟ أول لما شافني بقول كده بصلي وضحك وقرب مني، ولقيته بيقول لي أنت بجد مهتمة؟ نفسك تعرف أنا كنت فين؟ سكت شوية وسرحت، وبعدين اتجرأت وقلت له بصراحة كده كنت قلقانة عليك، وكنت عايزة أعرف أنت كنت فين وليه ما كنتش بتظهر ولا بتيجي. ساعتها قال لي أنا عندي مشاكل. أبويا يا ستي كان عايز يحرمني من الميراث، وحرمني فعلا من كل حاجة، لمجرد إن أنا مش عايزة أتجوز بنت رجل الأعمال صاحبه. وأنا مش عايزة أتجوزها لأني ما بحبهاش، وما ينفعش أضحك عليها وأتجوزها جواز مصلحة. أنا ممكن أعمل كده على فكرة، وأوهمها كمان إن أنا بحبها، بس أنا مش قادرة أخدعها ولا أخدع أي حد. أنا بحب نفسي وبحترمها، ولا يمكن أظلم بنت ناس ما عملتليش أي حاجة. كل بس مشكلتها إن أبوها رجل أعمال وصولي وبيحب المصالح. ما أقدرش أعمل كده أبدا. احترمته جدا وقتها، وبصراحة كده حسيت إن أنا طايرة من الفرحة إن أنا بتكلم معاه، وإن هو كمان بيحكي لي كل حاجة. وفضلت أتكلم معاه كتير لحد لما سمع مني كل حاجة. ووقتها قلت له بصراحة كده أنت عندك حق، اوعى تعمل كده ولا تغش حد، لأن ربنا شايفنا وربنا بيحاسبنا على الحاجات دي. ساعتها كان مبسوط جدا وأنا بتكلم معاه، ولقيته بيقول لي بنت انت يا قمر انت، بصراحة انت عجباني جدا. وانا جت في فكرة كده في دماغي وانا بتكلم معاكي، بقولك ايه، تعالي معايا دلوقتي. وقلت له على فين؟ انا ما ينفعش اخرج من هنا. لقيته بيقول لي بنت انت تسمعي الكلام وبس، لان عندي ليكي مفاجأة حلوة جدا هتخليكي مبسوطة. وساعتها ومن غير ما استأذن من المديرة مشيت. وعلى قد ما انا كنت خايفة كنت فرحانة جدا من انا راكبة العربية جنبه، وكأني فعلا في حلم زي القصص الخيالية اللي كانت بتحكي لنا المدرسة بتاعتنا. كنت عمالة بحلم وانا قاعدة جنبه. ولكن في اللحظة دي حاجة صدمتني انا وهو ده لما لقيته فجأة ضرب فرامل، وحاجة اتخبطت جامد جدا في العربية. وفي الوقت ده بصيت له بصلي واتخضيت جدا انا وهو. ووقتها طبعا نزلنا احنا خايفين، وفعلا اتصدمنا اول لما شفنا حمار بتاع واحد هو اللي اتخبط. وقتها اتصدمت انا وهو وقرب منه، ولقينا الراجل بيقول حرام عليك يا بيه، ليه تعمل فيها كده؟ دي الحمارة بتاعتي. قرب منها وبص عليها وقال له مش هتبطل بقى بسيوني اللي انت بتعمله ده؟ خد يلا ال 200 جنيه دول وامشي من هنا، والحمار كويس وانا عارف، وبلاش الحركات اللي انت بتعملوها دي. كنت انا واقفه مصدومه. واول لما مشي الواد اللي كان معاه الحماره ومشي بسرعه واختفى من قدامنا، وقتها قلت له انت بتقول ايه؟ هو انت عارف حاجه؟ لقيته بيقول دي لعبه بيعملوها كل يوم على اي حد معدي الطريق، بس هما ما يعرفوش ان العربيه دي بتاعت واحد من اهم الموجودين هنا في البلد. ويلا بقى عشان الحماره دي عطلتنا، يلا بينا نلحق الطريق اللي احنا ماشيينه علشان كمان نتبسط. وفعلا ركبنا العربيه مره تانية، ورجعت تاني ابقى مبسوطه وفرحانه وبرضه بحلم. وفي الوقت اللي كانت سندس بتحكي فيه الحكايه اتصدموا هما الاتنين بواحده عماله بتقول ازيك يا باشا، عامل ايه؟ رد وقال لها باشا ايه بس؟ هو انت مش واخده بالك ولا ايه؟ وكان وقتها متوتر جدا. حتى سندس استغربت واتخضت برضه. باشا ايه؟ ده كان باين عليه متسول جدا، لكن هو نطق وقال انا مش مصدق ان انت تشبهي عليا، بس على العموم بتحصل. الله يسامحك يا ست، ضيعتي علينا الحكايه. ردت وقالت له ما تاخذنيش يا ابني، افتكرتك واحد تاني. ومشيت الست من قدامنا، وكان هو متوتر جدا، ولكن قال لها خلاص كملي يا سندس الحكايه، ما تضيعيش علينا الوقت. ردت وقالت له هو انا كنت وقفت فين؟ ايوه كنا في العربيه، وانا كنت مبسوطه جدا وفرحانه وعماله بتفرج عليه، وعمال بيتكلم وبيضحك وبيتكلم بكل تلقائيه.
انا كمان كنت بتكلم معاه، وفجأة لقيتني بغني وبتكلم معاه ورحت في دنيا تانية. وبعد ما خلصنا كل الهيصة دي وقف مرة واحدة في مكان ولقيته بيقول لي انا هتجوزك. تصدقي ان انا معرفش اسمك لحد دلوقتي؟ هو انت اسمك ايه؟ قلت له انا اسمي سندس، وعلى فكرة انا بحب الحكايات والخيال، وبحب كمان القصص الجميلة اللي بتفرح القلب، لكني بقى ما بحبش الكذب. وحضرتك كده ابتديت تسرح بخيالك. لقيته بيقول لي لا انا بتكلم بجد. انا دلوقتي هاخدك وهقول لبابا ان انا اتجوزتك وهحطهم امام الامر الواقع، وطالما هو بقى بيحرمني من الميراث فانا ما عنديش اي مشكله ان اتحرم منه، على شرط يكون معايا انسان متفاهم وبحبه واقدر كمان اعيش حياتي معاه. وطبعا انت هتقول ان كل ده خيال وان انا كنت بحلم وفجاه وقعت على الارض وفوقت من النوم، بس الحقيقه بقى ان دي كانت حقيقه، وكل اللي انا بحكيهولك ده حصل. وفعلا جاب لي فساتين وحاجات حلوه كتير وواجه ابوه بيا، وساعتها قال له هي دي البنت اللي انا هتجوزها، وانت بقى ممكن تعمل اي حاجه يا ابويا، بس انا مش هتقدر تمنعني عنها لان انا بحبها، وبرضه هي بنت ناس، بس هي اهلها مسافرين يعني، وهي نزلت اجازه عشان تسلم على اهلها هنا، بقيت عيلتها يعني، وهترجع تاني تسافر بره، بس انا بقى مش هخليها تسافر لان احنا هنتجوز. الغريبه بقى في الوقت ده ان بابا اللي كان باين عليه شرير وكان باين عليه ان هو راجل صعب جدا، في الوقت ده قاله خلاص يا ابني انا هسيبك تعمل اللي انت عايزه وتتجوز كمان البنت اللي هتختارها، وعلى الرغم ان انا مش عايز كده بس ماشي. المهم بقى ان انت وهي هتسمعوا كلامي في كل حاجه، ومش عايز اي حد يكسر لي كلمه. وطبعا الكلام ده كان مفاجأة بالنسبه لنا، لدرجه ان اسد نزل على ايد باباه وبسها وقال له ينصر دينك يا حاج. انا مبسوط جدا يا باشا ان انت وافقت على جوازتي منها، لان سندس دي بنت كويسه جدا، وكان طاير وقتها من الفرحه. وفعلا اتجوزت انا واسد، واتكملت الحكايه وكأنها فعلا حكايه من الخيال. كنت اسعد انسانه في الدنيا، وكنت حاسه ان انا فعلا فوق السحاب، بجد حياتي اتغيرت في لحظه كده، وبقيت بدل ما انا كنت بنت من ملجأ بقيت هانم، وكل الناس بتعمل لي احترام. بس للاسف بقى السعاده دي ما دامتش كتير، لان الباشا بقى باباه بعد ما عدى 6 شهور فضل يزن على الخلفه وان هو عايز حفيد، وكان لازم طبعا في الوقت ده اروح لدكاتره واروح اكشف يعني، وفعلا عملت كده. بس اكتشفت بقى المشكله ان انا مش هعرف اخلف، وصعب جدا ان اعمل كده. بصراحه فضلت مخبيه 3 شهور لحد لما اسد عرف، لان ضعفت قدامه وقلت له، لان بابا كان بيزن عليه. وفضلت وقتها اقول لاسد اوعى تبعد عني، انت لو سبتني ممكن اموت، انت هتفضل جنبي على طول، اديني وعد بكده يا اسد. ساعتها كان زعلان عليا، وطبعا كنت واثقه في حبه لانه وعدني كتير ان هيفضل جنبي. لكن للاسف بقى بابا شهر بعد شهر كان عمال بيزن عليه اكتر واكتر، وكمان بدأ ياخد منه كل صلاحيات الشغل، وبدأ وقتها فعلا يحرمه من الميراث كله، وما كانش بيديله اي حاجه. وطبعا بابا وقتها نفذ خطته اللي كان راسمها في عقله، وكان مستني على اي غلطه علشان يفرقنا عن بعض. وطبعا موضوع الحمل والخلفه ده جاله على طبق من ذهب، فما كانش مستاهل يعني ان هو يعمل حاجه. وطبعا دخل اسد في حاله اكتئاب، وكان بيحاول كتير انه يصلح الموضوع، لكنه كان في الوقت ده كان لازم يختار ما بيني وما بين شغله وحياته ومستقبله. طبعا كان صعبان عليا جدا في الوقت ده، وفضل مستحمل يا عيني كتير لحد لما عدى 5 شهور كمان، كان متعذب فيهم وكمان بياخد أدوية اكتئاب علشان يخرج من الحالة دي. وساعتها ترجيته إنه يسمع كلام باباه ويطلقني ويتجوز واحدة تانية علشان يخلف ويشوف حياته ومستقبله، لأنه أصلا كنت زعلانة عليه. وساعتها حاولت كتير إن أنا أقنعه بالموضوع ده لحد لما للأسف استسلم. أيوة استسلم وسمع كلام باباه، ووافق كمان إنه يتجوز. وفي الوقت ده كان لازم انسحب، أيوة كان لازم انسحب من حياته وخليه يعيش بسعادة. وعلشان كده زنيت عليه كتير علشان خاطر يطلقني، وهو في الآخر برضه استسلم
وفعلا طلقني. وانا دلوقتي مشيت وهربت عشان العذاب اللي كنت فيه، ومش عارفة انا رايحة فين. وفي الوقت ده سندس غلبتها دموعها وفضلت تعيط كتير قدامه، وكانت صعبانة عليه جدا. وفي الوقت ده قال لها خلاص، ربنا هيعوضك باللي احسن منه. اوعي تفتكر ان في حاجة بتروح، ربنا رزقك بحاجة واختبرك فيها علشان يعني يبان قوة ايمانك. ساعتها قلت له وانا مأمنة وراضية بكل حاجة، انا بس اللي مستغربه له ازاي الطفل الجميل ده اللي واحدة زي كانت بتتمناه علشان ينقذ حياتها يترمي كده بمنتهى السهولة ومن غير مسؤولية ومن غير ما حد حتى يحس بيه. وفضلت سندس حضنة الولد واخداه في حضنها وحسسته بكل الأمان والحنية لحد لما فجأة راحت في النوم، وكانت برضه حنينة معاه حتى وهي ماسكاه ونايمة، لحد لما فقت مرة واحدة ولقت نفسها اتزحلقت من على الكرسي لأنها كانت رايحة في النوم. واتصدمت وقتها لما شافت الشاب ده مسك الولد، وساعتها كان حضنه. حمدت ربنا وقتها ان الولد ما جرالوش اي حاجه لانها سرحت في النوم غصب عنها. وساعتها قال لها ما تقلقيش، انا لما حسيت ان انت رحتي في النوم جامد اخدت منك الولد، وما تقلقيش هو بخير. ساعتها قالت له ربنا يخليك، انت شكلك طيب قوي. قال لها صحيح انت اسمك ايه؟ انت عرفت ان اسمي سندس، انت بقى اسمك ايه؟ رد وقال لها اسمي جابر، وتقريبا كده عندي 31 سنه. ساعتها قالت له ما شاء الله، ربنا يكرمك، باين عليك حنين قوي وانت ماسك الولد. ساعتها قال لها وميت من الجوع كمان، انا هتصرف واجيب سندوتشات واجيلك بسرعه لان القعده شكلها هتحلو. وفعلا مشي من قدامها جابر، وكانت سرحانه في طيبته وحنيته اللي كانوا لافتين نظرها جدا، لكنها طبعا ما كانش ينفع تسلم قلبها لحد مره تانية. وفضلت عماله تلعب الولد. بس الغريبه بقى ان جابر ده اتاخر عليها جدا، وقعد حوالي ساعة تقريبا وهي ما تعرفش عنه حاجة، والمفروض بس إن هو كان بيدور على أكل. بس في الوقت ده اتكلمت سندس وقالت خلاص شكله كده زهق وراح يقعد في مكان تاني. هو انت كنت فاكرة ايه يعني؟ إن هيفضل يكمل معاكي الطريق وهينزل معاكي في نفس المكان؟ ما انت برضو قابلاه في قطر، وأكيد هو هينزل في المحطة بتاعته. لكنه وقتها خضها، وساعتها قال لها هو انت فاكره ان انا هسيب لك الكرسي بالسهوله دي ولا ايه؟ ده انا الكرسي ده تعبت جدا علشان اقعد عليه، وبعدين الواد الصغير ده ذنبه ايه يعني ان انا اسيبه كده في وحدته؟ بذمتك يا واد يا جميل انت، مش انا برضو وحشتك؟ وساعتها الضحكه ملت وشها، وقعد جنبها واداها السندوتشات. وما كانتش تعرف الساعه اللي هو اتاخر فيها دي كان فين بالظبط، لكنها طبعا نسيت كل ده بعد ما اتكلم وهزر معاها، لحد لما فجأة قبل لما توصل المحطة بتاعتها بيدوبك 10 دقايق، فجأة جه واحد قرب منه وقال له يلا يا باشا دلوقتي ساعة الصفر، يلا بسرعة علشان المحطة قربت. وساعتها اتصدمت لما لقت جابر بيطلع مسدس وكمان خباه في لحظة، وكان معاه واحد وكان بيتكلم بشكل جد جدا، وأخده ومشي قدامها. الصدمة وقتها كانت مؤثرة عليها لحد لما ما كانتش عارفة هتعمل ايه. وفجأة سمعت كلمة صدمتها بجد، ودي لما سمعت ارفع ايدك فوق وسيب كل حاجة مكانها، بدل ما في لحظة هتبص تلاقي نفسك مش موجود على وش الدنيا. سمعت ولا لأ؟ بقولك اتحرك. اتصدمت وقتها من الصوت، وكانت في ست كبيرة قاعدة اديتها الولد وراحت تحت الصوت ده، واتصدمت بجابر. وقتها رفع السلاح على ناس، وساعتها كان بيقبض عليهم، وفعلا أخد منهم كل حاجة. وساعتها الراجل ده بدأ يتخانق معاه وكان لسه هيمد ايده عليه، وقتها صاحبه اللي كان معاه ضرب طلقة في الراجل ده في ايديه، وعلشان كده قعد مكانه. واتحافظ وقتها جابر على اللي معاه، الراجل يعني والحاجة اللي معاه، وكمان كان معاه واحد تانية وكأنه ظابط وبيقبض عليهم. كل ده وسندس كانت متنحة ومش فاهمة أي حاجة، لحد لما قرب منها مرة تانية وقال لها وانت كمان مقبوض عليكي، يلا اتفضلي عشان تنزلي معايا. وأمرها انها تاخد الولد. وفي الوقت ده كانت مرعوبة وكل حاجة جواها اتغيرت، وحست بوجع جواها
وإنها اتخدعت لتاني مرة، بس المرة دي في واحد ما تعرفوش وعمرها ما أذته ولا قدمت له أي حاجة ولا حتى كدبت عليه. وفضلت مستنية لحد لما نزلت من القطر، وساعتها كانت في قوة من الشرطة قبضت على الراجل والبضاعة كمان اللي معاه. وساعتها اتفرجت عليه وهو بيقول تمام يا فندم، كل حاجة تمت بنجاح والبضاعة موجودة وكمان العصابة اتقبض عليها. وساعتها كانت مصدومة لسه وكانت واقفة مكانها لحد لما سلم كل حاجة، وبعدها جالها وساعتها قال لها أنا آسف يا سندس، آسف إن ما قلتلكيش الحقيقة من الأول، بس أنا بقى كان معايا عذري لأن دي بصراحة كده كانت خطة، وبصراحة ده شغلي، وأنا دلوقتي أقدر أعرفك على نفسي كويس. أنا اسمي نصر الدين، الرائد نصر الدين، وده شغلي. والنهاردة أنت وشك حلو عليا لأن المهمة تمت من غير مشاكل كتير ولا حتى من غير أي حاجة وحشة، الحمد لله. وأنت وشك حلو عليا بجد. كانت لسه الصدمة مأثرة عليها، لكنها كانت في فرحة كبيرة دخلت قلبها ما عرفتش حتى تعبر عنها. وقالت له أنا مش عارفة أروح فين ومش عارفة بصراحة أتصرف إزاي، لكني مبسوطة جدا إني اتعرفت عليك يا سيادة الرائد، وتقدر دلوقتي تشوف شغلك. وبعدين هنعمل إيه في العيل ده؟ ساعتها قال لها دلوقتي هتيجي معايا وهنعمل محضر وهنسلم الولد ده، وبعدين عايزك في موضوع. وفي الوقت ده فعلا راحت معايا وسلمت الولد في اسم الشرطة بعد ما اتأكدت إن هما هيوفروا له كل الرعاية في المكان يعني اللي هيودوه عليه، وكمان هيدوروا على أهله. واطمنت وقتها سندس، وبعدين خرجت بره وهي لسه بتشم نفسها. وساعتها قال لها بقولك ايه يا سندس، انا عارف ان انت ما عندكيش مكان، وانا هوفر لك المكان ده وهخليكي تقعدي في امان تحت رعايتي انا، وما تقلقيش كل طلباتك هتكون مجابة. ده غير ان انا ممكن اساعدك في اي حاجة. وفعلا وقتها فرحت جدا ووافقت ان هو يساعدها، وفعلا كان كويس معاها، جاب لها مكان تقعد فيه بمنتهى الامان. ده غير ان كمان شجعها انها تعمل حاجات جديدة، خصوصا لما قررت انها تكمل تعليمها، ووقف جنبها وساعدها كتير. وكانت هي فرحانة بيه وكانوا بيقربوا دايما من بعض. وقعدت ايام وشهور لحد لما استجمع شجاعته وقال لها ان هو بيحبها وانه عايز يتجوزها. وكانت دي اكبر فرحة لما اتجوزت سندس من الرائد نصر اللي كان طيب وحنين معاها، اللي وراها السعادة من غير ضعف. وخليك فاكر وانت بتختار الناس اللي هتكمل معاك حياتك واللي هتبتدي معاك مشوارك، اختار الناس اللي جواها نضيف وعندها طيبة وحنية تكفيك العمر كله. وأهم حاجة في كل ده يكون عندها شجاعة، شجاعة انها تحافظ عليك وكمان تحميك من الدنيا وتملأ قلبك سعادة. ويا رب يملأ قلوبكم كلها سعادة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا